السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انطلقت اليوم أولى اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا في مختلف مراكز الامتحان بالمغرب، وسط أجواء من الجدية والانضباط وحضور مكثف للأطر التربوية والإدارية المكلفة بالإشراف على هذه المحطة الهامة في المسار الدراسي للتلاميذ. ومن أبرز المستجدات التي ميزت دورة هذه السنة اعتماد أجهزة إلكترونية حديثة للكشف عن وسائل الغش داخل مراكز الامتحان. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وضمان نزاهة ومصداقية الامتحانات الإشهادية. فهذه الأجهزة تمكن لجان المراقبة من رصد بعض الوسائل الإلكترونية المستعملة في الغش، مثل السماعات اللاسلكية الدقيقة وبعض الأجهزة الاتصال المخفية، وذلك بشكل سريع وفعال، مما يساهم في الحد من مختلف أشكال الغش التي أصبحت تعتمد على وسائل تكنولوجيا متطورة. وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن محاربة الغش ليست فقط مسؤولية الإدارة والمراقبين، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب من التلاميذ التحلي بقيم النزاهة والاجتهاد والاعتماد على النفس. كما تجدر الإشارة إلى أن قانون منظم الامتحانات ينص على عقوبات صارمة في حق كل من يثبت تورطه في الغش أو محاولة الغش، والتي قد تصل إلى إلغاء الامتحان أو الحرمان من اجتيازه خلال دورات لاحقة حسب طبيعة المخالفة المرتكبة. وقد تم التحدث على هذا الموضوع بالضبط في الفيديوهات السابقة. وفي هذا السياق ندعو جميع المترشحين التركيز على أسئلتهم واستثمار مجهوداتهم التي بذلوها طيلة الموسم الدراسي، والابتعاد عن أي سلوك قد يعرضهم للعقوبات أو يؤثر على مستقبلهم الدراسي. وفي الختام هذا الفيديو نتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلميذات والتلاميذ الذين يجتازون امتحاناتهم، أن تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.